طيب انا كنت مسؤول عن ايه في فيزا؟ كنت مسؤول عن السايبر سيكيورتي بتاع الجزء بتاع التوكنايزيشن. ايه التوكنايزيشن؟ انت في الطبيعي لو معاك كارت فيزا بيبقى عليه رقم الكارت عادي خالص. لو عملت اي عمليه دفع على اي مكنه دفع اللي بيسموه بوينت اوف سيل، بي او اس بوينت اوف سيل، لو عملت اي عمليه دفع، لو في فيروس كمبيوتر موجود على الكمبيوتر اللي واصل بيه المكنه دي، بيقدر يشوف رقم الكارت بتاعك والباسورد اللي انت دخلته وكل تفاصيل الكارت، يسرق كل بياناتك، ويقدر طبعا يعمل عمليه دفع بقى بنفسه خلاص، ما فيش اي حاجه تقدر توقفه يعني. فكان من ضمن الافكار اللي فكرت فيها شركات مختلفه بما فيهم فيزا، فكره ان احنا ليه ما نعملش حاجه اسمها توكنايزيشن. ايه التوكنايزيشن؟ فاحنا هنعمل عمليه دفع بالتليفون او بالساعه او زي ابل باي الى اخره. الطريقه دي لما بتيجي تدفع بيها، اللي مكنه البي او اس بتشوفه هو رقم مشفر، هو نفس ال 14 رقم، مش نفسهم بس قصدي يعني نفس الطول بتاع ال 14 رقم، ولكن رقم مشفر، هو رقم مختلف خالص عن رقم الكارت الحقيقي بتاعك. اسمه توكنايزد نمبر، رقم عشوائي تم انشاؤه مخصوص لعمليه الدفع دي تحديدا. واحنا بقى بنسمح بعد كده لكل ميرشنت ان هو يضيف سكيورتي اعلى.